بالنسبه للبنات اللي كيقول لك انا درت النقاب ولا انا بغيت ندير النقاب، اشنو هما الشروط ديال النقاب؟ اشنو يعني شنو الحاجه اللي غتغير؟ شوفوا البنات، احنا الحمد لله راه كاملين مسلمات، لا اللي دايره النقاب ولا اللي دايره الحجاب زعما الخمار، لا اللي دايره غير جلابه والزيف ولا دايره ولا ما دايراش كاع الزيف، راه حنا كاملين مسلمات. يعني دوك التعاليم اللي ربي امرنا بهم راه واجب عليك. كيف لبسي اللي بغيتي راه واجب عليك. مثلا الصلاه راه ماشي غير المنتقبه اللي غتصلي، راه المسلمه خصها تصلي. الصيام ماشي غير المنتقبه اللي غتصوم، راه كلشي خصو يصوم. مثلا ما تسمعيش الاغاني، راه ماشي غير حيت انت منتقبه ما خصكيش تسمعي الاغاني، راه حتى اللي دايره الخمار ما تسمعش، واللي كتلبس جلابه والزيف ما تسمعش، واللي ما دايراش كاع الزيف ما تسمعش. يعني هذه كتبقى حرام في جميع الاحوال. المسلسلات مثلا، الكلام مع الرجال، الاختلاط، الخلوه مع الرجال، تجلسي انت وشي واحد في بلاصه يعني بوحدكم، دوك العلاقات غير شرعيه، هذاك الشيء كامل كيبقى حرام. لبسي اللي بغيتي تلبسيه راه حرام حرام. يعني انت ماشي ربي مثلا دار واحد التعاليم واحد الاوامر هادو خاصين اللي دايره الخمار، ولكن ملي ديري النقاب خصك تبداي ديري هادي ولا لا. هذاك الشيء اللي حرام راه حرام. حتى فاش كنتي دايره الخمار قبل ما ديري النقاب راه حرام. ما خصكيش تسلمي على الرجال، ما خصكيش تسلمي على الرجال. دايره النقاب ما درتيش، ديري الخمار جلابه وزيف، راه حرام تسلمي على الرجال. حاجه وحده اللي كتزاد انك غطيتي وجهك، ما غتعريش وجهك امام الاجانب فقط فقط فقط. ما كايناش شي حاجه اخرى غتزاد. كلشي هذاك الشيء اللي كاين في الدين راه هو اللي كاين، هو اللي واجب عليك انك ديريه. الا كتزادك تغطيه الوجه، ما غتغطيش الوجه، ما غتعريش عفوا الوجه ديالك امام الاجانب، الا المحارم ديالك. المحارم ديالك الاب ديالك، الاخ، العم، الخال، الاب الزوج، الاخ ديال الزوج ماشي من المحارم ديالك. المهم ولاد عمامك، ولاد خوالك، ولاد خالاتك، داكشي كامل ديال ولاد هذوك راه ماشي من المحارم ديالك الا ولاد اختك. المهم راكم يعني عارفين هذه المساله هذه ديال المحارم واللي ماشي من المحارم. يعني هذه هي المساله الوحيده اللي كتزاد، هي انك ما تعريش وجهك. اما الشيء الاخر كامل راه عادي، راه درت النقاب ما درتش النقاب كاينين واحد الاوامر خاصني انني نطبقهم.